المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يسعدنا كثيرا ويحفزنا للتقديم الأفضل دائما، وشكرا لكم. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبد الفتاح بالعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات. أستاذ أهلا بك. في البداية نريد قراءة في القرار الأخير للبرلمان المغربي القاضي بإعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل. بالفعل في جلسة يوم 23 يوم أمس المشتركة بين مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، بإجماع فرقه وأعضائه، هو يندد بشدة بهذه التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي. ومعلوم أنها ليست المرة الأولى التي يتحرش فيها بعض النواب الأوروبيين بمصالح المغرب وبمكاسب التي يحققها المغرب، سواء في قضيته الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية، أو على مستوى ما أشار له جلالة الملك في القمة المغربية الخليجية سنة 2016، حينما حدد ووضع مرتكزات جديدة للسياسة الخارجية المغربية في تنويع تصريف قنواتها بالخصوص في الجانب الاقتصادي، وحينما أشار جلالته إلى أن المغرب ليس محمية لأحد. هناك سياسة جديدة بالنسبة للمغرب وتوازنات إقليمية جديدة ونظام دولي يتشكل يحقق فيه المغرب نوعا من الإشعاع، سواء في المجال الاقتصادي أو التنموي أو الثقافي والحضاري وكذلك الرياضي. هناك جهات لا تروقها هذه المكتسبات وهذا الإشعاع وهذه المنجزات، وهي تحاول أن تتحرش بالمصالح العليا للمغرب. لذلك كان لزاما على البرلمان المغربي أن يتحدث، وهو الذي ينسق بشكل مستديم مع البرلمان الأوروبي، بحيث أن المغرب يتمتع بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. وهذا الجهاز الذي هو البرلمان ليست المرة الأولى التي يتدخل بشكل سافر في أمور هي غير ملزمة من الناحية القانونية، ولكن تحاول المساس والتشويش خلق رأي عام يمس بالهيبة الدولة المغربية وبمكتسبات الدولة المغربية وبتماسك الشعب المغربي ووحدته أمام سياسته الخارجية التي يصنعها صانع القرار الذي هو جلالة الملك. وبالتالي فهذا الإجماع والدبلوماسية الناجحة هي التي تستند إلى إجماع للقوى الحية داخل المجتمع المؤسسات الدستورية وكذلك الكفاءات والأكاديميين والمجتمع المدني. الكل اليوم هو يفطن إلى هذه التحرشات، ولكن هذا لن يزيد المغاربة إلا وحدة، ولن يزيدهم إلا دودا عن مصالح العليا للبلاد. إذن أستاذ كما ذكرت هو تنديد وشجب من قبل أعضاء مجلسي البرلمان، وكذلك الحديث عن تقييم شامل لاتخاذ قرارات تكون مناسبة وحاسمة مع البرلمان الأوروبي. في نظرك ما الذي قد تسفر عنه هذه القرارات، وكيف سيتحول التعامل بين الجانبين؟ هذه التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي تطرح مشكلة أساسية متعلقة بالثقة المحافظة على كل التراكم الذي حققه البرلمان المغربي في علاقته بالبرلمان الأوروبي. لذلك حينما يقع مثل هذه التدخلات المس بالمؤسسات المغربية، مستقبل هذه الشراكة يبقى مهددا حتى يثبت العكس. اليوم يمكن أن نتحدث كذلك على أن البرلمان الأوروبي من الناحية الواقعية ليس كل البرلمانيين هم ضد مصالح المغرب، ولكن حينما يحقق المغرب في دبلوماسيته مثلا تغييرا جذريا، حينما نتحدث مثلا عن العلاقات المغربية الإسبانية وعن تعديل الموقف الألماني من قضية الصحراء المغربية وكذلك بلجيكا وهولندا، هناك جهات داخل أوروبا أخرى هي لا يروقها كل هذا الوهج الذي يحققه المغرب ضمانا لمصالحه وخدمة لمصالحه، بمعنى أن المغرب له السيادة في اختيار توجهاته وفي اختيار
ما يخدم به مصلحته الوطنية، ولكن هو في نفس الوقت ويكررها في أكثر من مرة. ولعل خطاب جلالة الملك في 20 غشت سنة 2021 استبق مثل هذه التصرفات والسلوكات التي تظهر بين الفينة والأخرى مع شريك استراتيجي، مع شريك يعني واعد وطموح، وفي نفس الوقت يتعامل معه بشكل يعني حينما يكون شريكا في مجالات الهجرة وفي الإشكالات النظام الدولي يصفق له، وحينما يتعلق الأمر بمصالحه تظهر أحيانا بعض السلوكات غير الودية والتي يمكن اعتبارها يعني مساسا بهذه الشراكة. لذلك البرلمان حينما يتحدث بهذه اللهجة وبهذه اللغة فإنه يقول بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعامل مع المملكة المغربية وفقا للتوازنات الجديدة من جهة، ووفقا للمصالح المشتركة من جهة ثانية، والإقرار بأن هناك تغير في موقع المغرب على المستوى الدولي في إطار تشكل النظام الدولي والتغيرات التي تحدث فيه، وأيضا هو ملتزم وموثوق وشريك لا ينقض العهود مع شركائه الاستراتيجيين. تبقى مسألة الثقة مطروحة بشدة في هذا الملف. من عبد الفتاح بالعمشي رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.